السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعين الأعزاء ولايف جديد وحكاية جديدة من حكاوي الكلام. اللايف بتاع الليلة مهم جدا، وهو اللايف مرتبط بالاقتصاد المصري وأحد أسباب اختفاء الدولار في مصر من خلال وجودي بالسعودية، ودي أحد دول الخليج، ومن خلال اللي أنا شفته الأيام دي وخلال السنوات السابقة، أيام الثورة وأيام بداية ما بعد حكم الإخوان مباشرة، وإن كان في حملة ممنهجة لعدم تحويلات المصريين بالخارج من خلال البنوك المصرية. وده طبعا بيأثر على موضوع توفر الدولار. الله يخليك يا دكتورة ناهد، ده بحضرتك دكتورة ناهد غازي، أهلا وسهلا بيكي وكل الأصدقاء اللي بيتابعوني. اللايف مهم يا جماعة، والموضوع مهم، وعشان أنا موجود في أحد دول الخليج فأنا شفت واتعرض عليا وشفت الكلام ده، واللايف ده انا اتكلمت فيه قبل كده. يعني الموضوع ده انا اتكلمت فيه تحديدا قبل كده. احد اسباب اختفاء العملة المصرية او الدولار في مصر هو وجود شبكات منتشرة في دول الخليج بيجمعوا الدولار، بيجمعوا تحويلات المغتربين في الخارج، ويقول له بدل ما تحول من خلال البنك، يا عم انا هديك الفلوس في مصر في بيت لحد بيتك بسعر اعلى من البنك وبسعر السوق السوداء. ف ده احد اسبابه ايه يا جماعه؟ في احد اسبابه ان بعض الجهات بتحاول ان هي تأثر على الاقتصاد المصري. ده اول سبب. السبب الثاني الزحام الشديد في البنوك المصرية وعدم تطوير البنوك المصرية لنفسها، وزيادة عدد الفروع في البنوك زي بنك مصر والبنك الأهلي. فكل واحد بيبعت مراته أو أخوه أو ابنه عشان يصرف الحوالة، فبيلاقي فيه زحام وبهدلة وقلة كرامة، ويقعد بالساعات في الشمس قدام البنك. كل ده عشان حول على البنك. ليه؟ لأن البنك أو البنوك المصرية عاملة الفلوس بتاعت الرز والفلوس بتاعت القطن والفلوس بتاعت البنجر من خلال البنوك دي. ففيه زحمة، والأستاذ عماد بيقول لي فعلا كلام مظبوط، والناس بتعمل عاملاه سبوبة. أنا شفت الكلام ده يا أستاذ عماد فعلا. مساء الفل يا أخت عين حياة وخطيبتي الجميلة، أهلا وسهلا بيك، منورة اللايف. في زحام على البنك. طب ليه ما نخليش البنوك الزراعية تقوم بالدور ده؟ هنوفر على أهالينا من كبار السن ومن المزارعين إن هم يتبهدلوا في البنوك. يبقى البنوك الزراعية تنوط بإن هي تصرف الفلوس للمزارعين من خلال البنوك الزراعية في المحافظات والمراكز
بالموضوع. انا بتكلم على البنوك الزراعيه يا استاذ احمد ساري، على الفلوس اللي هي بتاعت البنجر والرز والمحاصيل الزراعيه، ده اللي انا بتكلم فيها. يعني بدل ما يروحوا يا سيدي لو شركات خاصه زي ما انت بتقول، لجاز انا معلوماتي متاخره شويه، يتم من خلال تحديد بنوك معينه، ويسيبوا فرصه للبنوك للمغتربين، لتحويلات المغتربين. لان اللي بياخد فلوس من البنوك في مصر واللي محاصيل زراعيه هياخد، لانه ما عندوش مكان تاني فهياخد الفلوس. لكن المغترب له سكك تانية، في روافد تانية، في صبيان موجودين دلوقتي واتعرض علينا هنا، وانا شفته قدام عينيا واتعرض عليا ان احنا نحول، بدل ما انت تحول على بنك الاهلي ولا على بنك مصر والفلوس تدخل من خلال بنوك رسميه وندعم الاقتصاد المصري، الفلوس بيقول لك اديها لي وهديها لك بسعر السوق السوداء وتروح لحد البيت عندك. اي واحد طبيعي هيفكر عشان لا يبهدل مراته ولا يبهدل عياله ولا يبهدل اهله، ده شيء طبيعي. طب ليه البنوك المصريه او البنوك القوميه ما بتعملش عمليه تطوير لنفسها وتعمل عمليه زياده فروع لنفسها وتقلل الزحام اللي بالساعات؟ انا كنت مع احد انت زي ما انت بتقول البنك بيبهدلوا استاذ احمد ساري البيلي، ولسه الاخ رضا دلوقتي، رضا الصعيد الطناحي بيقول لي بهدله، بيقول لي انا مره قعدت للعشاء في البنك، قفل علينا من بدري، قال دول هيكملوا، قال قعدنا بالليل كان اليوم قصير. غير البهدله، غير الاهانات، غير ان بيحصل سرقات. وشفنا حادثه سرقه احد الناس كبار السن في الشرقيه الاسبوع اللي فات. فرحمه باهالينا واهالي المغتربين يتم تحديد بنوك للناس اللي تصرف من خلالها، فروع من خلال الناس اللي تصرف منها الفلوس بتاعت المحاصيل الزراعيه، وناس تصرف للمغتربين بالخارج. عشان حرام يعني فعلا دي ضربه للاقتصاد المصري، تمام، للناس اللي موجوده وبياخدوا فلوس من السوق السوداء هنا في السعوديه او في كل دول الخليج. حرام، الواحد زعلان، وحرام فعلا الواحد يودي زوجته او مراته او ابنه للبهدله. البنوك المصريه للاسف متاخره كتير جدا 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 عن البنوك في الخليج. البنوك في الخليج تقريبا البنك فاضي، كل حاجه وانت قاعد في بيتك من خلال تليفونك، تعمل كل حاجه من خلال التليفون. لكن البنوك المصريه متاخره كتير قوي. ليه البنوك المصريه ما بتفتحش فروع في دول الخليج؟ هنا السعوديه جاليه كبيره جدا في السعوديه، كام مليون مصري موجود هنا. سهلوا على الناس ان الناس تروح تفتح حساب في البنك، يتعمل فرع في الرياض ويتعمل فرع في الدمام زي السفاره والقنصليه. استاذ احمد بيقول لي كل يوم البنك يعمل حيل عشان يدوهم بالمصري. طب ما هو ده اللي احنا بنتكلمه، ان الناس يقول لك يا عم وانا اوجع ادوش نفسي ليه؟ وبهدل مراتي ليه؟ وبهدل عيالي ليه؟ طب ما انا اروح عن طريق الراجل اللي هياخد من هنا مني فلوس وبيبعت على مصر، ومن خلال فودافون كاش بيحول الفلوس على مراته او عياله. الواحد حزين وزعلان ان المفروض البنوك دول او المسؤولين يسمعوا الناس من المغتربين. احنا اللي في المطبخ، احنا اللي عارفين. اول ما عملوا موضوع سياره لكل مغترب، انا اول واحد في حكاوي كيلاني يوم ما قالوا قرار
قلت في عوار على القانون ده، والقانون ده مش هينجح. وبالفعل فوجئت مع استاذ عمرو اديب بيقول له 2000 واحد بس اللي حولوا من الخليج 91. انتوا فاكرين اللي قاعدين في الخليج دول كلهم بياخدوا مش عارف بالكام الف دولار؟ ده الناس بتكح تراب، الناس بتكح تراب، يا دوب بتكفي نفسها بالعافيه، يا دوب بتاكل وتشرب بالعافيه، عليهم اقامات وعليهم مش عارف ايه وعليهم ايه وعليهم ايه وعليهم ايه. انت بتبص لفئه معينه اللي بتنزل عربيات بالشيء الفلاني. شوف للعماله، شوف للناس، شوف الناس اللي هي تقدر او ما تقدرش، بمعنى صح ما تقدرش انها تيجي تشتري عربيه. في عوار في القانون. انا شخصيا عندي اقتراح، والله مصر تجمع 100 مليار من المغتربين المصريين، وكل المشاريع اللي تتباع للدول الخارجيه يشتروها المغتربين المصريين، بس يتعمل صندوق استثماري بشهادات استثمار للمغتربين اللي بره. ودي هعمل عليها حلقه لوحدها، وهعمل حلقه على موضوع الجمارك. المفروض يتم تطوير البنوك المصريه على اساس يقفلوا او يسدوا الابواب الخلفيه اللي من خلالها بيتم اخذ تحويلات المصريين بالخارج، وان هي ما بتدخلش عن طريق الطرق الشرعيه للدوله. البنوك المصريه للاسف متاخره كتير. انا ما هاجمش حد، بس زي ما احنا شايفين هنا وشايفين، تدخل البنك في مصر تكره نفسك، تكره نفسك من الزحمه. البنوك هنا تدخل البنك معزز مكرر خلال 5 دقائق تخلص حاجتك، 5 دقائق او نص ساعه بالكتير. والله تروح البنك تلاقي 2 3 اللي قاعدين في البنك، 2 3 والبنك فاضي، لان كله بقى عن طريق الانترنت. فرحمه بالمغتربين والمصلحه الاقتصاد المصري، يجب تطوير البنوك القوميه المصريه وفتح فروع لها في الخليج اللي فيها جاليه عاليه، عشان يفتحوا حساب لهم اللي ما عندوش حساب يفتح حساب. وفي نفس الوقت يكون في آلية ان اهالي المغتربين يكون في تسهيلات لهم ان هم يصرفوا الفلوس دي بدل الزحمه على البنوك. لان فعلا في شبكات دلوقتي منتشرين في دول الخليج بيسحبوا العمله الصعبه، وفي نقص في السوق في العمله الصعبه. دي احد اسباب نقص العمله الصعبه من خلال البنوك المصريه. انا حبيت ان انا اتكلم في الموضوع ده، واتمنى ان شاء الله يكون شرحته، واتمنى ان صوتنا يوصل للمسؤولين وصوتنا يوصل للدوله، ان رأفة ورغبة ان الاقتصاد المصري يستفيد او يستفاد بتحويلات العاملين بالخارج من خلال البنوك المصرية، ان يتم تطوير البنوك المصرية وزيادة فروع في مصر. لو حد عايز يعمل معايا اي اضافة في الموضوع ده، عايز يدخل معايا في اللايف، اهلا وسهلا بيه. الاخ احمد ساري بيقول لك بيحاولوا يزهقوك منك ويقول لك ايه السيستم وقع. طب ما عشان كده الناس بتروح للابواب الخلفيه، ان هم يحولوا من خلال واحد هنا خد الفلوس ويقول لك يا عم انا خلاص خد فلوس في مصر. ان شاء الله نتمنى من ضمن الاصلاحات اللي الدوله تعملها موضوع اصلاح البنوك المصريه. اتمنى ان تكون الرساله وصلت، واشوفكم على خير، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات حكاوي الكلاب. في رعايه الله، مع السلامه.